من أغرب وأحسن المواقف اللي حصلت في ملاعب كرة القدم المصرية بالتحديد مباراة المفروض تتلعب بين النادي الأهلي ونادي إنبي للسيدات في الدوري المصري، واللي أصر فيها كابتن شادي محمد بعدم لعب المباراة لأن الملعب ما فيهوش عربية إسعاف. وطبعا زي ما احنا عارفين طبقا للوائح والقوانين لازم يكون في عربية إسعاف في الملعب، ولو ما وصلتش عربية إسعاف خلال 20 دقيقة للملعب بيتم إلغاء المباراة. وطبعا ده اللي حصل في ماتش الأهلي وإنبي، وعلى أساسه الأهلي يفوز بنتيجة 2-0. اللقطة هنا إن كابتن شادي محمد وبعض أعضاء الجهاز شافوا عربية إسعاف موجودة بالفعل جوه الملعب، ومع مرور الوقت كابتن شادي أخد باله إن العربية مش موجودة، ولما راح يبلغ الحكم وأصر إن هو يثبت ده في التقرير بتاعه الحكم رفض هو ومسؤولين إنبي في مشهد عجيب وغريب الصراحة. والأغرب من كده كمان إن هم وماشيين من الملعب بعد إلغاء المباراة كابتن شادي محمد هو وأعضاء الجهاز شافوا عربية الإسعاف موجودة جوه النادي. الحقيقة محدش عارف يفسر الموضوع ده إلا بطريقة جدلية، وإيه السر إن مسؤولي إنبي والحكام يعملوا حركة زي دي؟ خلينا نشوف الأيام اللي جاية أكيد هتورينا حاجات كتير مستخبية.